السيدة مريم العذراء، وربنا قبلها قبول حسن وأنبتها نباتا حسن. وهي في اللفة أمها خرجت وسلمتها هناك للعباد المقيمين، وكانت ابنة إمامهم سيدنا عمران، واتخانقوا مين اللي هياخد باله منها. وكان سيدنا زكريا عايز هو اللي يتولى أمرها وياخد باله منها، خصوصا إن سيدنا زكريا على درجة وصلة قرابة من السيدة مريم، سواء كان بعض الروايات بتقول جوز أختها وبعض الروايات بتقول إن هو جوز خالتها. العباد المقيمين في البيت المقدس رفضوا وطلبوا إن هم يعملوا قرعة مين اللي هياخد باله منها، وخرجت القرعة في صالح سيدنا زكريا. وسيدنا زكريا نبي الزمن ده، ألقوا أقلامهم وأحضروا غلام طفل صغير لا يدرك، فأخرج قلم زكريا، سيدنا زكريا عليه السلام. وسيدنا زكريا خصص ليها مكان في المسجد، محراب محدش بيدخله غيرها، كانت بتعبد الله فيه ليل ونهار، وبقى بيتضرب بيها المثل من كتر عبادتها، واشتهرت بالصفات الكريمة والشريفة.